جنيه توت عنخ آمون. جنيه توت عنخ آمون. الإصدار السابع من الجنيه المصري. إصدار رقم 7 من الجنيه. إصدار البنك الأهلي سنة 57. سنة 57. ادي الجنيه اهو. طبعا الحالة سيئة، يعني متقطع اهو ومهري وطلعان عينه بالبلد، يعني كده زي ما بيقولوا طلعان عينه زي ما بيقولوا بالبلد. فده طبعا بيخسف بسعر الأرض. أي حاجة متقطعة أو مهرية كده بتخسف بتمنها الأرض. طيب ده يعمل كام بالحالة اللي قدامك؟ ده بالحالة اللي قدامك ده بيعمل 80 جنيه. بالحالة دي بيعمل 80 جنيه. الحالة الزيرو منه، الزيرو زيرو بتعمل 250 جنيه، اللي هو ما اتلمس، بيعمل 250 جنيه. الحالة الوسط بتعمل 120 جنيه. 120 جنيه. المتقطع بقى والمهري والكلام ده كله ما يعملش سعر، سعره ينزل. سعره ينزل. عشان تعرف تبيع العملة بتاعتك كويس لازم تكون حالة العملة جديدة. لازم تكون حالة العملة جديدة ومش متقطعة ولا متنية ولا مهرية ولا الكلام ده كله. تعرف تبيعها كويس. فقلنا ده بيعمل 80 جنيه 70 جنيه، يعني مش هيزيد عن كده ولا يقل عن كده، لأنه البنك الأهلي، ودايما البنك الأهلي أغلى من البنك المركزي، لأن البنك الأهلي أقدم من البنك المركزي. عملات البنك الأهلي أغلى من عملات البنك المركزي عشان هي أقدم. عشان هي أقدم. البنك الأهلي أقدم من البنك المصري. فده قلنا بيعمل 70 جنيه. حالة الزيرو منه بتعمل 250. الحالة الوسط تعمل 120 جنيه 110 كده يعني. متنساناش في اللايك والمتابعة للصفحة. ولو عندك أي سؤال اتفضل اكتبه في التعليقات. لو عاوز تقيم أي عملة ابعت الصور في التعليقات وأنا أقيم لك العملة بتاعتك وأقول لك تسوى كام وتعمل كام. والسلام عليكم ورحمة الله.